مواجهة الجمهور دي صعبة جدا، صعبة جدا. وحطوا فوق الخوف ده الأستاذ عادل إمام. والبرنامج بتاع حسين الإمام ده اللي خلى وشك مألوف في الشارع المصري طبعا ومعروف. طبعا طبعا، هو ده اللي خلاني اشتغل مع الفنان الأستاذ عادل إمام في المسرحية حضرتك اشتغلت مع الفنان عادل إمام بعد مسرحية بودي جارد. طبعا. حسين الإمام على طول؟ اه اشتغلت معاه في مسرحية بودي جارد؟ اشتغلت معاه في 2004 او 2003. 2003. اه ده المسرح ساعتها كان في قمة التوهج. بصي، ربنا فيك شر وقفة المطبخ سوري المسرح. المطبخ ايه بس. لا احنا بنقف في المطبخ. مواجهة الجمهور دي صعبة جدا، صعبة جدا. وحطوا فوق الخوف ده الأستاذ عادل إمام. ما انا عايزة بقى ده ليه هنا. رغبة تانية بقى، ايوه. والجمهور مليان، صالة مليانة، وبتبتدي الحالة دي بتروح بعد فترة طويلة، مش بعد يوم ولا اتنين لا. بس الكواليس عمرها ما تتنسي. كله قاعد في اوضته، مفيش واحد خارج من الأوضة دي قاعد في الأوضة دي لا.